حد هنا يا جماعة؟ حد سمعني؟ أهلا بيكم في بودكاست حكاية التلات. أنا سلمى، ودي المحاولة الأكبر لإنهاء أسطورة ونحس يوم التلات. في البودكاست هنا هنتكلم كل تلات جد وهزار عن معظم الستراجلز اللي بتقابلنا في حياتنا. فلو انتوا حاسين ان انتوا مهتمين اتفضلوا معانا برجلكم اليمين. هو بجد لو لسه حد منكم موجود ولسه بيسمع، فوالله العظيم يعني انتوا عالم محترمة بشكل مش طبيعي. انا مش عارفة اقول لكم ايه. انا اخر مرة نزلت حلقة وسجلت حلقة كان ساعة العيد الكبير. يعني احنا العيد الجاي قرب، فوالله يعني ما عنديش حاجة اقولها يا جماعة والله العظيم. مبدئيا كده يعني الحلقة دي ايا كان اسمها، فاحنا بين قوسين هنقول عودة الندلة، لان هو ده الديسكريبشن الوحيد اللي اقدر اقوله في رجوع البودكاست. ولكن بوعدكم، وزي ما انتوا عارفين انا عمري ما وعدتكم وعملت اي حاجة وعدتكم بيها، ان السيزن ده on fire. بصوا احنا راجعين بقوة بقى، يعني من نار، مش بنهزر هنا. طيب مبدئيا كده وقبل اي حاجة، قبل ما ندخل في الحلقة نفسها، انا عايزة اشكر الناس اللي كانت بتبعتلي على الانستجرام وبتقولي قد ايه هما مفتقدين حكاية التلات وقد ايه عايزينها ترجع تاني. والله يا جماعة بجد حماسكو ده احرجني بشدة. انتوا مش متخيلين، حطني في موقف اكبر من اللي انا استحق. يعني ما اعرفش انتوا بتعملوا ايه هنا، بس منورين الدنيا والله. وبما اني في الاجازة اللي كنت مديها لنفسي من البودكاست وما قلتش لحد عليها، تميت ال25 سنة. طبعا انا عملت هيصة على الانستجرام في الحوار ده اكني كسبت جايزة نوبل، بس تمام هنتخطى الموضوع ده. فما لقيتش انسب من ان احنا نتكلم عن حوار ال25. احنا قبل كده في حلقة اتكلمنا عن العشرينات in general، وتجربتي انا واللي حواليا من صحابي في بداية العشرينات، والنقلة بقى من ان احنا دخلنا الادلت لايف وكده. بس يا جماعة انا من يوم ما تميت 25 سنة وانا الفور يو بيج عندي على تيك توك وانستجرام والكلام ده، مفيش حد ما بيتكلمش عن حياة الكبار وعن الكوارتر لايف كرايسيس. فاللي هو في ايه؟ انا حسيت ان انا متراقبة مبدئيا. ثانيا الموضوع بالنسبة لي كان ابسط من كده بكتير بكتير جدا. عادة انتوا متعودين ان انا لما بطرح موضوع بقول theories عنه، او بقول مثلا حلول، او بطرح مشكلة واقول حلولها من وجهة نظري او الحلول اللي انا عرفتها من الناس وكده. لكن المرة دي بجد انا مش عارفة. يعني انا جاية، مش جاية سير الجدل، انا جاية اقول اللي في دماغي ومحتاجة اجابة. يعني انا دماغي فيها اسئلة وانا محتاجة لها اجابات، فانتوا ليكوا دور المرة دي. انا هقول وانتوا يا ريت تجاوبوني يا جماعة، يا ريت حد يرد عليا. في نقاش عملته انا وصحابي امبارح، كنا بنتكلم بالصدفة جدا، ففتحنا الكلام عن كل واحدة فينا فين في حياتها، او احنا وسط الناس اللي حوالينا. يعني كل واحدة فينا في الجروبس المختلفة اللي هي فيها هي واقفة فين. فلقينا ان في حاجة مشتركة ما بيننا كلنا، وكل واحدة فينا كانت فاكرة ان هي كده بس. اه، احنا في جروب، في ناس بتتجوز، في ناس بتتخطب، في ناس بتخلف، في ناس اوريدي مخلفة وولادها يعني خلاص بقى في حضانة ومش عارفة ايه والكلام ده، وفي منا ستيل بيفجر اوت هو عايز يعمل ايه. فيا لهوي، هو ازاي كده؟ يعني هو احنا ازاي كده واحنا كلنا الفرق ما بيننا مثلا شهر 2 سنة ماكسيمم سنتين بقى، ده لو اللي هو فرق كبير. لكن غير كده لا، احنا زي بعض عادي. احنا كنا مع بعض في المدرسة، كنا مع بعض في الجامعة، بنسمع نفس الأغاني، نتفرج على نفس المسلسلات. at some point في حياتنا كنا كلنا ماشيين في نفس الحتة. فجأة كده هوب دبل كيك حاجة حصلت، كل واحد بقى بيعمل حاجة مختلفة عن التاني، واللي هو مين فينا الصح يعني، او مين فينا ايه ايه الكلام. بس اللي متأكدة منه واللي كلنا أكدناه، يعني أنا مش متأكدة منه قوي، يعني أنا والخمسة صحابي اللي كنا بنتكلم أكدناه، ومعنى إن هم قالوا كده يبقى أنا خلاص إحنا كده اعتمدنا النظرية دي، إن كلنا تايهين بمختلف بقى المكان اللي إحنا فيه في حياتنا. تايهين. طب يا جماعة، هو التوهان ده هيفضل لحد امتى؟ طب سؤال، هو مش المفروض ان احنا نضجنا؟
او بقى ان 25 دي بقى في فيديوهات كده والله كانت بتطلع لي على التيك توك، شويه بنات كده بيقعدوا يتكلموا بالانجلش وبيقولوا كلام فخم فخم فخم، يعني ان معرفش فرونت اللوب ايه في مخنا بيديفلوب او بيكمبليتلي ديفلوب لما بنتم 25 سنة وبنشعر بالنضج. انا بقى يعني ليلة عيد ميلادي دي، ليلة العيد، كنت نايمة مستنية اصحى تم 25، والنضج بقى يعني انا مش عارفة اودي النضج فين. انا نمت صحيت عادي، يعني انا سلمى زي ما هي، بتحب نفس الحاجات، بتكره نفس الحاجات، مفيش اي جديد غير حاجة واحدة بس، ان انا بقيت باردة او مش باردة. اللامبالاة زادت، اللي هو ماشي قشطة يعني براحتكم، اللي انتوا عايزين تقولوه قولوه، اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه. واكتشفت في الاخر ان ده كان بس مجرد يومين عندي الاحساس ده، معرفش انا كنت بجاز لايت ماي سيلف ان انا نضجت ولا ايه، بس هو برضو الجاز لايتنج ده من ضمن المصطلحات اللي من ساعة لما دخلت حياتنا وحياتنا مش كويسة خالص. بس يعني انا زي ما انا. وحاجة تانية برضو محتاجة اسأل عنها، ومش عارفة ده حصل معاكم ولا لأ، الشخصيات اللي بعد ما تميت 25 سنة او اللي بعد ما بنتم 25 سنة بيجوا بقى يقولوا لنا ها ناويين على ايه. لا انا اللي عارفاه بقى ناويين على ايه دي بتبقى بعد التخرج، بنسأل ناويين على ايه، تشتغلي، هتتجوزي، هتقعدي في البيت، هتفتحي مشروع. لكن يعني انا امبارح كنت 24، النهارده 25، من امبارح للنهارده ايه اللي اتغير؟ والله ولا حاجه، بجد ولا حاجه. فيعني لازمتها ايه السؤال؟ يعني ناوية على ايه؟ ناوية اقطع علاقتي بحضرتك عشان سألتي سؤال ما يخصكيش من الاخر. وبصراحة في كل بقى الفيديوهات اللي بتطلع لي على تيك توك زي ما قلت لكم، كلهم مشتركين في ان هما بيتكلموا عن النضج، وان قد ايه ال 25 سنة دي بقى بعدها من يعني منها لحد بقى واحنا طالعين احنا بقى كده بننضج بشكل مش طبيعي. بنعرف احنا عايزين نعمل ايه كويس جدا. عارفين بقى في الافلام الانجليش لما بيجيبوا بقى يعني الافلام بتاعت الوايت بيبل بجد، لما بيجيبوا بقى البنت حاطه بريسز وشعرها منكوش واجمد شاب في الجامعه، سوري اجمد شاب في المدرسه او في الجامعه، اللي هو بقى لازم يكون بيلعب سبورت معينه بيكرف لها، وتيجي بقى التيرنينج بوينت في حياتها ان تكتشف ان تم اختراع الميك اب وتم اختراع فرشة الشعر، ان هي تسرح شعرها وتاخد شاور كده وتطلع للعالم، فتطلع بقى البنت الجامدة اللي اتغيرت 180 درجة اللي كل الناس بتحبها. دي نفس الفكرة اللي الناس بتقولها عن ال25. يا جماعة هتجنن، اشمعنى يعني بجد اشمعنى؟ هو الرقم روش وكاتشي جدا 25 25، بس قشطة عادي يعني ما بيحصلش فيه حاجة واو. فاهمة يعني انا فاهمة مثلا 16 سنة الناس بتكون متحمسة عشان هتطلع بطاقة، نبقى متخلفين شوية ففاكرين ان البطاقة دي معناها ان احنا لينا لازمة، ستيل بنفضل ملناش لازمة. ناس بتتحمس في 21 سنة عشان اوفيشلي بقى انت شخص ليجل وخلاص بقى الشخص الكبير اهو تمام. لكن 25 what's so special بجد؟ مش عارفة، هو رقم كاتشي جدا بصراحة. فزي ما قلت لكم الفيديوهات كلها كانت بتتكلم عن كده، الا فيديو واحد لسه طالع لي من كام يوم، بنت بتتكلم. يا جماعة هو ليه محدش بيتكلم عن الكوارتر لايف كرايسيس زي ما في الميد لايف كرايسيس؟ الميد لايف كرايسيس دي احنا عارفين اللي هو بتيجي للناس بقى ايه في الاربعينات كده، ازمة منتصف العمر. طب ليه بقى محدش بيتكلم على الكوارتر لايف كرايسيس اللي هي ازمة ربع العمر؟ يعني حتى ربع العمر مش هتكلم. فبنت قاعدة تتكلم عن قد ايه دي ستراجل، ربع العمر ده او اللي هو النص التاني من العشرينات ستراجل، لان احنا المفروض خلاص احنا لوحدنا، زي اللي اتعلم السباحة او اللي اتعلم العجل وخلاص هو توتالي بيعمل ده لوحده، زي لما بتتعلمي السواقة وبتنزلي اول مشوار ليكي لوحدك وتقومي طالعة على الدائري او طالعة على كوبري اكتوبر، حاجة I don't recommend خالص. فاحنا لوحدنا، يعني احنا دلوقتي المفروض ان احنا لوحدنا طالعين كوبري اكتوبر. وهي عمالة تتكلم كده اللي هو صح، ده زي ما يكون انا بالظبط. ولما بعتوا الاتنين صحابي قدي قالوا ان هما كمان كده. طب يا جماعه ما طالما انتوا كده ما قلتوش كده من الاول ليه؟ اما سايبيني لوحدي احس ان انا غرقانه ليه طالما احنا كلنا خارجين مع بعض؟ بس at the same time you can't help
ان انتوا ما تفكروش في ان هو طب يا جماعه ما في ناس عندها 25 سنه وعامله حاجات ولا اروع، يعني فاتحين براند هوديز، لا بهزر، يعني عاملين انجازات كده اللي هو حاجات رائعه ما شاء الله، يعني الله اكبر ربنا يحفظهم. بس اللي هو طب هل الناس دول ما عندهمش نفس الايشو، ولا الايشو دي ان جنرال عندنا كلنا؟ ده سؤال بقى، ده احد اسئله الحلقه اللي محتاجه حد يجاوبني عليها. معرفش انتوا هتعرفوا منين، بس لو انتوا عارفين قولولي، يعني ما تبخلوش عليا بالمعلومه. بس بجد حاجه والله مش هزار ولا بقى بألف عليكم كده، بس بجد حاجه هي ما كانتش فيا. هل بقى ده ليه علاقه بالسن وليه علاقه بال25 ولا ملوش علاقه بيها؟ حاجه ما كانتش فيا وبقت فيا، اتغيرت، وهي اني بقيت تمام. يعني I am okay with the fact that I'm still figuring out انا محتاجة اعمل ايه. انا تمام مع فكرة ان انا بدور ماشية بشوف الكلام على ايه، مش 100% sure انا محتاجة اعمل ايه او انا عايزة اعمل ايه، بس تمام. at the same time او في نفس الوقت في حاجات انا بقيت عارفة اللي هو لا، انا الحاجات دي انا مش هتنازل عنها، انا الحاجات دي بجد عايزاها في حياتي. من ضمنهم، ويمكن ده عكس ما يبان ليكو، بس البودكاست. انا بقيت عارفة ان انا حكايات التلات او البودكاست هي بالنسبة لي يعني that's my child، دي بنتي ابني انا محتاجاها في حياتي بقى 20 25 70 80 قشطة احنا مع بعض. وده اللي خلاني اخد step totally out of my comfort zone، وهي ان انا اروح اخد workshop للبودكاستنج. انا معرفش انت مهتمين تعرفوا حاجة زي كده ولا لا، بس انا هحكي لكم خلاص بقى، يعني احنا قاعدين بندردش كده وزي ما تيجي. الوركشوب دي والله العظيم اتعلمت منها تكنيكاليتي، اتعلمت منها كتير جدا، ولكن اكتر حاجة بسطتني ان انا كنت وسط ناس creatives، هم كمان عندهم نفس الباشن، هم كمان عايزين يعملوا نفس الحاجة. فلما بقول حاجة او لما مثلا بيكون في ستراجل معينة وبقول ان انا بستراجل، فبلاقي ناس بتقولي احنا كمان عندنا نفس الستراجل دي، وفي منهم بيبقى قادر يتغلب على الستراجل دي فبيقول هو اتغلب عليها ازاي. نرجع بقى اللي احنا كنا بنقوله، اللي انا مش فاكرة ايه هو، بس تمام تقريبا 25. فتمام يعني لكل اخواتي اللي داخلين 25، يعني انتوا تمام، انتوا 100. لكل اخواتي اللي بقى تموا 25، فلو انتوا عندكم نفس الاحساس ده يا ريت تقولوا لنا، يعني يا ريت ما تسيبوناش لوحدنا كده عشان ما نبقاش كلنا بقى حاسين ان احنا مجانين. ولكل اخواتي اللي خلاص بقى يعني عدوا مرحلة العبث والتوهان يقولوا لنا، ويا ريت يقولوا لنا عدوها امتى، ويا ريت لو عندهم طريقة ان احنا نعديها بسلاسة يقولوا لنا ايه هي الطريقة. ولو انتوا اشخاص ما عدتوش المرحلة دي، انا مش مهتمة بصراحة، ربنا معاكم طبعا. لان انتوا لو ما عدتوهاش فانا كمان ما عدتهاش، فهيبقى ايه بقى thank you for nothing، يعني no offense يعني. بس كده، يعني حلقة خفيفة لطيفة ظريفة بنفتتح بيها الرجوع، وانتظروا سيزون حلو ان شاء الله مختلف، هتشوفي سايد مختلف مني، يعني I hope fingers crossed. وان شاء الله الكواليتي والاوديو يكونوا مختلفين، عشان لو مش مختلفين هبقى بتمنى ان ودنكم اللي تكون باظت مش الكواليتي بتاعتي، لان انا زي ما قلت دخلت باب البودكاستنج من اوسع ابوابه وخدت وركشوب. بس كده، اشوفكم التلات الجاي، شكرا. حكاية التلات هي بودكاست أسبوعي موجودة على أبل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل بودكاست وكاست بوكس. تقدروا تتابعونا على انستجرام وتيك توك @حكاية التلات بالإنجليش. نتقابل التلات الجاي.